أهلا بيكم في فيديو جديد. قضية النهاردة وقفتني قدام نفسي لحظة، اللي هو أنت ممكن تآمن لحد وتعتبره جزء من أهلك وفي الآخر يخونك ويغدر بيك. طب لو خانك وغدر بيك، إيه ذنب أولادك؟ خصوصا لو كانوا أطفال، إيه ذنبهم؟ إنهم يفقدوا حياتهم لمجرد إن أهلهم كانوا ودودين وطيبين مع الناس. قضية النهاردة فيها المجني عليها قدمت الرعاية والحب والاحتواء لناس أشبه بالحيوانات المفترسة اللي لما بيجوعوا بيدوروا على فريسة حتى لو كانت من القطيع. وقبل ما نبدأ قضيتنا، صلوا على النبي في الكومنتات، دوسوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة، ويلا نبدأ قضية النهاردة. المجني عليها في قضيتي هي جوان هيكس، ست محترمة عندها 48 سنة، عندها بنت كبيرة ومتجوزة اسمها جودي، وبنتها الصغيرة نينا عندها حوالي 11 سنة. جوان بتعيش في مقاطعة الجزيرة اللي موجودة في مينا موسجراف، وكانت بتشتغل مساعدة للأشخاص اللي بيكونوا في مشاكل مع القانون، وكانت دايما بتتواصل مع الأشخاص دول عن طريق الرسايل ومكالمات التليفون، وده لأنهم غالبا بيكونوا محبوسين. وفي يوم شخص من اللي بتساعدهم قال لها إن في واحد اسمه أبري سبوكر محتاج مساعدتها، وده مسجون في سجن دورشستر في مدينة مونكتون. وبدأت جوان تتواصل معاه وكالعادة عن طريق الرسايل ومكالمات التليفون، بس اللي ما كانش متوقع إن الرسايل ما بين جوان وأبري تتحول لرسايل غرامية، وزي ما بيقولوا كده الحب بيولع في الذرة، وبتقرر جوان تنقل لمدينة مونكتون عشان تكون قريبة منه. ومع إن أهلها قالوا لها إن دي خطوة غلط وما ينفعش تعيش في مكان بعيد عنهم علشان شخص ما يعرفوش وكمان مسجون، بس جوان صممت تكون جنب أبري وقالت إن ده عوض ربنا ليها، وسجدت ركعتين شكر لله. المهم إن جوان أخدت بنتها نينا اللي عندها 11 سنة وراحت عاشت في مونكتون، وبقت بتتواصل مع أهلها دايما وبنتها جودي. في البداية جوان ونينا عاشوا في ملجأ للأشخاص اللي ما عندهمش بيوت، وهناك جوان اتعرفت على تميمة كلان، شابة عندها 22 سنة. كانت تميمة دايما زعلانة ومكسورة، ولأن جوان ناضجة وأم احتوت تميمة وعملتها بطريقة خلطت فيها ما بين الحنية والصديقة اللي قلبها على صديقتها وبتنصحها بدافع الحب، وخصوصا كمان لأن جوان عرفت إن في مشاكل مستمرة ما بين تميمة وصديقها مايكل ماجراي. وفي خلال فترة صغيرة اتعرفت جوان على مايكل وقربت بينه وبين تميمة أكتر، وبقت صديقة مقربة ليهم هما الاتنين. العلاقة هنا بتشبهني بإن جوان كانت عاملة زي العامل المشترك ما بين تميمة ومايكل. وعدت فترة وكل يوم وضع جوان بيتحسن في شغلها لحد ما قدرت تأجر بيت وتدخل بنتها نينا المدرسة. نينا كانت مبسوطة جدا في حياتها الجديدة مع مامتها وبلغت أختها بكده. في الفترة دي تميمة ومايكل كانوا دايما بيزوروا جوان، ومن كتر زياراتهم وطريقتهم الودودة مع بعض الجيران افتكروهم قرايب، وفضل الوضع بالود ده لحد يوم 28 فبراير سنة 1998. في اليوم ده تميمة راحت لجوان وهي منهارة وبتشكلها من مايكل ومعاملته ليها، والساعة 5 الفجر وصل مايكل لبيت جوان وطلب من تميمة تمشي وتسيبهم لوحدهم. وفعلا تميمة أخدت تاكسي ورجعت على بيتها، لأن في الفترة دي كانت تميمة كمان أجرت بيت صغير. وبالنسبة لمايكل دخل مع جوان لبيتها، وبعد كده محدش يعرف إيه اللي حصل غير الساعة 7 الصبح لما راح شخص اسمه جرين بريك لمركز الشرطة وهو مذعور، وقال إنه شاف جريمة قتل وشاف المجرم وهو بينفذ جريمته، بس من خوفه ما قدرش يتدخل وفضل في حالة ذهول. وأول ما قدر يتحرك جه مركز الشرطة يبلغ. طبعا الشرطة اتحفظت عليه وبسرعة جروا المكان البلاغ واللي طلع بيت جوان هيكس. رجال التحقيق وقتها شافوا جوان موجودة على الأرض جنب الحمام الرئيسي للبيت مضروبة عدة طعنات، ولما دوروا على بنتها نينا لقوها مشنوقة ومتعلقة في حمام أوضة النوم. المنظر ده رعب رجال التحقيق،
وخلاهم أمروا بتعيين أطباء نفسيين علشان يفسروا شخصية المجرم المريبة اللي ممكن يعمل كده في طفلة. وبدأوا رجال التحقيق باستجواب الجيران، واللي قالوا أجمعوا إن ما كانش حد بيزور جوان غير تميمة وصديقها مايكل. وبكده توجهت الشرطة لبيت تميمة وقبضت عليها هي ومايكل اللي كان موجود عندها في نفس الوقت. ومع بداية التحقيق تميمة قالت إن هي سابت جوان مع مايكل الساعة 5 الفجر، ومن وقتها ما تعرفش عنها أي حاجة. ومايكل أنكر إنه يعرف أي حاجة عن اللي حصلت لجوان، بس جرين بريكت الشاهد الوحيد في القضية أكد إن مايكل ميجراي هو المجرم، ومثل للشرطة وصف تفصيلي باللي شافه. وبكده اتحبس مايكل بتهمة قتل جوان هيكس وبنتها نينا. ووقت ما الشرطة الفيدرالية الكندية وصلت عند جودي بنت جوان تبلغها اللي حصل، كان المحققين في مركز مونكتون بدأوا التفتيش في سجلات مايكل ميجراي علشان يعرفوا تاريخ المجرم اللي قدامها. ومن هنا بقى كل اللي بيظهر قدامهم كوارث، وحقيقة المجرم ده إنه قاتل متسلسل معدوم من الضمير والإحساس. اكتشف المحققين إن مايكل ميجراي عاش طفولته ما بين مراكز التأهيل والإصلاحيات ومراهقته وهو مطرود من بيت أهله وعايش في كل مدينة شوية. أما شبابه بقى كان معظمه في السجن بسبب تهم سرقة وتخريب ممتلكات. ومن 10 سنين تقريبا كان متهم في سرقة سواق تاكسي. الغريب في القضية دي إن مايكل كان معاه 2 صحابه، واحد منهم اسمه نورمان وارن والتاني مارتي جونز. والموجود في الملفات إن مايكل وصحابه حاولوا يسرقوا السواق لكن معرفوش، ولما السواق قاومهم هربوا هما ال3. وبسرعة السواق بلغ الشرطة ووصلوا خلال دقايق وبدأوا يفتشوا المكان على الحرامية اللي هم مايكل وصحابه. المفاجأة بقى لرجال التحقيق إنهم لقوا مارتي جونز قرب المكان بس وهو مقتول، أخد طعنة تحت قلبه ومفارق الحياة. مين اللي عمل كده؟ الشرطة ما كانوش يعرفوا في الوقت ده. وبعد أيام وصلت مكالمة للشرطة من أصحاب مارك وقال بيطمنوا وعايزين يعرفوا آخر تفاصيل القضية. ومن هنا الشرطة اتبعت المكالمة وروحوا للمكان اللي وصلت لهم منه المكالمة، وكان بيت صغير موجود فيه مايكل ميجراي ونورمان وارن و2 بنات واتقبض عليهم. وطبعا بشهادة سواق التاكسي اتحبس مايكل ونورمان بتهمة الشروع في سرقة سواق التاكسي. وبدأوا بقى رجال الشرطة يحاولوا يعرفوا منهم مين اللي قتل مارك صاحبهم. وقتها مايكل اعترف إن نورمان هو اللي قتله لأنه بوظ لهم عملية السرقة، وكمان البنات اعترفوا على نورمان. ده غير إن المحققين في جريمة قتل مارك وقتها عرفوا إن نورمان كان محكوم عليه ب17 سنة سجن في قضية قتل سواق تاكسي من فترة، فبديهي شكوكهم تروح ناحية نورمان وقدموا له المحاكمة على إنه قاتل مارك جونز من الدرجة الأولى. بس المفاجأة بقى إن المحكمة برأت نورمان وارن واتحبس بس للشروع في سرقة سواق التاكسي. والمحققين ما قدروش يعرفوا مين اللي قتل مارك وما شكوش في مايكل أبدا، لأن البنات أكدوا إن مش هو القاتل وكمان ما عرفوش يثبتوا عليه حاجة. والقضية دي اتقفلت لحد هنا. وبالتفاصيل اللي عرفوها رجال التحقيق في قضية جوان هيكس ونينا بقى عندهم معلومات عن المتهم اللي قدامهم، وبدأوا يواجهوه بالأدلة اللي عندهم ويحاولوا ياخدوا من مايكل ميجراي اعتراف على إنه قاتل جوان هيكس وبنتها نينا. بس طريقة مايكل في التهرب من التهمة ومراوغة رجال التحقيق في الكلام شكوا إن مايكل مش مجرم عادي وصعب تكون جوان ونينا أول ضحاياه، وبدأوا يضغطوا عليه في الاستجواب. وفعلا بعد فترة صغيرة مايكل حاول يعقد صفقة مع رجال الشرطة وإنه يعترف بقتل رجلين شاذين جنسيا بس ما يعترفش بقتل جوان ونينا. بصراحة مش عارفة إيه الفرق، هو كده كده قتل، بس ده كان تفكيره وقتها ورجال الشرطة سابوه يعترف ويقول اللي عايزه. بس المفاجأة والصدمة إنه ما كانش بيقول أي كلام وخلاص، ده اعترف إنه في سنة 1991 قتل 2 من الشاذين جنسيا في قرية الشواذ الموجودة في مونتريال، وقال كل تفاصيل الواقعة وميعادهم بالتفصيل كمان. والمفاجأة بقى إن في الفترة دي
كان عند الشرطة 6 جرايم غامضة لقتل شواذ جنسيا، منهم الاتنين اللي اعترف مايكل ماجراي بقتلهم. والمفاجأة الأكبر والصدمة لرجال التحقيق إن في الوقت ده الأستاذ مايكل كان مسجون وبيقضي عقوبته، وتم الإفراج عنه لمدة 3 أيام بس، والأستاذ ارتكب فيهم الجريمتين واختفى عن الأنظار. ولما الشرطة مسكوه زاد عليه بس عقوبة اختراق القانون مع عقوبته الأساسية، لأنه ما رجعش بعد ال3 أيام الإفراج، ومعرفوش إنه المتهم في جريمتين قتل. وقتها المحققين أثبتوا عليه تهمة قتل الاتنين شواذ جنسيا، بس لسه كانوا عايزينه يعترف بقتل جوان هيكس ونينا. بس مايكل كان مصمم إنه ما يعترفش، لدرجة إنه بعد فترة اعترف بقتل صاحبه مارك جيمس في مقابل إنه ما يعترفش بقتل جوان ونينا. هتسألوني السر فين في عدم اعترافه؟ أقول لكم مش عارفة. ومايكل قال للمحققين يوم سرقة سواق التاكسي هو اللي قتل مارك جيمس، لأنه بوظ لهم العملية، وكمان ما كانش مرتاح له من أول يوم شافه فيه، وكان متأكد إنه هيأذيه، بس إزاي ما كانش عارف لحد ما جاتله الفرصة وقتله. وقتها المحققين استدعوا البنتين اللي اعترفوا إن مايكل بريء، وأكدوا إن نورمان هو المجرم، وشهادة البنتين دول كانت صدمة، لأنهم قالوا إن مايكل فعلا المجرم في قتل مارك، وإنه أول ما رجع البيت يومها اداهم السكينة اللي قتل بيها مارك علشان ينظفوها، وكانوا خايفين منه ومتأكدين إنهم لو اتكلموا هتكون نهايتهم زي مارك. وبكده زادت قضية مارك جيمس لجرايم مايكل ماجراي، ورجعوا رجال التحقيق تاني يسألوه عن جوان ونينا، يحاولوا يطلعوا منه بأي معلومة عنهم، بس للأسف مفيش فايدة. وعدى 2 سنين على التحقيق، وكانت لازم القضية تترفع للمحكمة. وفعلا في 20 مارس سنة 2000 كانت جلسة مايكل ماجراي، وهناك فاجئ المحققين والقضاة باعترافه بقتل جوان هيكس، ورفض يعترف إنه قاتل نينا بنتها، وقال إنه يوم الجريمة كان متخانق مع تميمة صاحبته، وأخد كمية كبيرة من المخدرات وراح لبيت جوان، ولما شاف تميمة عندها أمرها تروح، وهو دخل مع جوان لبيتها وقتلها. وبعدها خلصت الجلسة واتنقل مايكل للسجن، بس في طريقه قال للشرطة إنه على استعداد يعترف ب3 جرايم قتل تانيين مقابل إنه ياخد حصانة من الادعاء، وكمان يقدموله مساعدة طبية علشان يقدر يسيطر على رغبته في القتل. ولما الشرطي بلغ المحققين رفضوا. مايكل زود عدد الجرائم اللي هيعترف بيها ل11 جريمة، بس برضه المحققين رفضوا ينفذوا له أي طلب هو عايزه. وقتها مايكل لجأ للصحافة والإعلام، وفي أول مقابلة بينه وبين الصحفي كان بيتكلم ببرود من غير أي تأنيب ضمير، لدرجة إن الصحفي ما كانش متخيل إنه ممكن يكون في إنسان معدوم من الإحساس زي مايكل. وقتها الصحفي سأل مايكل عن أول جريمة قتل ارتكبها، ومايكل قال له إنها بنت عندها 17 سنة اسمها جال توكر، وقفته على الطريق علشان ياخدها في عربيته لمصنع تعليب أسماك على الساحل الغربي في دارتا ماوس، وهو وافق يوصلها. وأول ما وصل لأقرب غابة نزلها من العربية وقتلها ومشى. وقتها المحققين اللي سمعوا الحوار اللي بين مايكل والصحفي كانوا في حالة ذهول، ولما بحثوا عن جال توكر عرفوا إن البنت دي اختفت من 24 إبريل سنة 1985 وهي رايحة لشغلها في مصنع تعليب الأسماك اللي موجود على الساحل الغربي. وبعد 5 أيام مامتها بلغت الشرطة باختفائها وإنها مش قادرة توصل لها، ورغم بحث الشرطة عنها في كل مكان لكن للأسف ما لقولهاش أي أثر. وبعد 6 شهور وبالتحديد في أكتوبر سنة 1985 شخص اكتشف في الغابة اللي على الطريق ما بين مدينة نوفا سكوت والساحل الغربي بقايا هيكل عظمي. ولما بلغ الشرطة وحللوا الجثة عرفوا من سجلات الأسنان والإكسسوارات إنها جال توكر، البنت اللي عندها 17 سنة ورايحة لأول وظيفة ليها علشان تبدأ حياتها. ولأن قضية جال ما فيهاش ولا شهود ولا أدلة ما قدروش المحققين يوصلوا للمجرم، وفي سنة 1998 قرروا قفل ملف القضية دي. لكن والدة جال رفضت، وكان عندها أمل في يوم من الأيام إنها تعرف قاتل بنتها، وبالصدفة وبعد 16 سنة
عرف تقاتل بنتها اللي قرر بكل أنانية ومن غير أي أسباب إنه ينهي حياتها. وبعد اعتراف مايكل الأخير، المحققين ما كانوش على استعداد إنهم يتعاملوا معاه بأي رحمة. وبعد شهرين كانت جلسة مايكل الأخيرة قدام المحكمة، وتوجه له تهمة قتل الشخصين الشواذ جنسيا وجوان هيكس وجيل توكر من الدرجة الأولى، وقتل مارك جيمس من الدرجة التانية، واتحكم عليه بالسجن مدى الحياة. ورغم إن مايكل أخد عقابه، لكن جودي بنت جوان ما كانتش مرتاحة لأنه ما اعترفش بقتل أختها نينا، وكأن نينا مش إنسانة وليها حق لازم يرجع. وعلشان كده بعد سنة قدمت طلب بإعادة فتح القضية من جديد والتحقيق في قتل أختها نينا هيكس. وفعلا في 2001 اعترف مايكل ماجراي بقتل نينا هيكس، بس ده ما زودش حاجة وعقوبته فضلت السجن مدى الحياة. بس بكده اعترف المجرم إنه مذنب وارتاحت أختها. وحاليا مايكل ماجراي بينفذ عقوبته في مركز أتلانتيك للحراسة المشددة، ومنبه إنه لو جاتله الفرصة إنه يقتل حد من السجناء أو الحراس أكيد مش هيتردد علشان يشبع غريزته. ارحمنا يا رب. وهنا بتخلص قضيتنا، ولو عايزين قضايا زي دي تاني اكتبولي في التعليقات، وما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة علشان ننزل لكم قضيتنا الجديدة في أسرع وقت.